كتير من المهتمين شاف الفيديو ده اللي فيه شخصين أجانب بيصوروا الكاريتات وهي طالعة على الأسفلت بين العربيات في الزحمة بعد مدخل أهرامات الجيزة. واحد منهم بيطالب السياح إنهم يقطعوا الكاريتات والجمال، والتاني بيقول إنه صعب الناس دي هم يكونوا بناة الأهرامات وإنه غالبا إيليانز أو فضائيين. الفيديو ده اتصور في 2021 تقريبا، وطبعا جاب مشاهدات وبقى ترند، وهو بيكون انطباع سلبي خطير عننا كمصريين. أنا ما استبعدش إن هم مندوبين بيتا اللي أخدوا الفوتج، ومن 22 كل فترة يعيدوا نشره 20 سنة. كتير من المهتمين شاف الفيديو ده اللي فيه شخصين أجانب بيصوروا الكاريتات وهي طالعة على الأسفلت بين العربيات في الزحمة بعد مدخل أهرامات الجيزة. واحد منهم بيطالب السياح إنهم يقطعوا الكاريتات والجمال، والتاني بيقول إنه صعب الناس دي هم يكونوا بناة الأهرامات وإنه غالبا إيليانز أو فضائيين. الفيديو ده اتصور في 2021 تقريبا، وطبعا جاب مشاهدات وبقى ترند، وهو بيكون انطباع سلبي خطير عننا كمصريين. أنا ما استبعدش إن هم مندوبين بيتا اللي أخدوا الفوتج، ومن 22 كل فترة يعيدوا نشره. تعالوا نحلل